بديع خيري واخد بالك. وكان في راجل رفيع ونجيب الريحاني. لا نجيب الريحاني جه بعد كده بقى قريب يعني، جه علي الحجار وجم الفنانين كلهم جم يعني سالوا، كانوا بيسالوا زي حضرتك. اما هو صغير كان ايه، ما كانش فيه مدارس، كان فيه كتاب. كان الكتاب ده بيعلموا في القران واخد بالك. هو كان حافظ جزء من القران او حافظ يعني جزء من القران، بعد كده دخلوه مدرسه المشايخ. وبعدين هو في المدرسه بقى روى العود والحاجات دي، وساب المدارس وراح بقى لما كبر بقى شاب اتجوز، جاب محمد. وبعد ما جاب محمد طلع راح على القاهره بقى، قابل بقى هناك سلام حجازي وجمالك وبديع خيري والناس دي هناك. طبعا عبد الوهاب كان صغير، عبد الوهاب كان لسه ما طلعش ولا الناس دي. بدأ بقى يشتغل، عمل الاوبريتات بتاعته اللي هي بيقول فيها حسين جوش موجود يعني. عاش بقى حياته في القاهره، وخلي بالك متجوز في القاهره جوزها. ودخل بقى في النضال والسياسه امتى يا سيد درويش؟ لا دخل النضال والسياسه من وهو شاب، من قبل ما يمشي من هنا، لان الانجليز احنا كانوا هنا مدحضحين. هو دخل في النضال والسياسه من وهو عنده مثلا تقدر تقول 18 سنه 19 سنه. وبعدين هو مات، هو عاش اكثر من 32 سنه 33 سنه، لان هو مواليد 1889 باين ومات 1923. كانت حياته يعني حافله بالحاجات دي والجهاد والحاجات دي. لكن هو يعني بعد ما طلع من الكوميديا كان بيجي كوميديا قليل، ولما كان بينزل اسكندريه كتير كان بيروح عند اخته في الحرمين، اخته اللي مات عندها بقى. هو يوم ما مات كان ساعه ما راجع من الممسى كان عمل له. بس انتوا لسه محتفظين هنا بقى بصور وبحاجته وبتاريخه دي؟ لازم، مش شكلنا وعظمنا ودي منطقته. واحنا لغايه دلوقتي في الافراح بتاعتنا بنغنوا الاغاني بتاعتنا. يعني في ناس حافظه اغاني وفي ناس حافظه بس. طب هو البيت بتاعه ايه اللي وصله للحاله دي؟ يعني ليه مثلا ما بقاش متحف او مزار؟ الحكومه بقى، المفروض الحكومه كان البيت كان موجود وكان في ناس ساكنه فيه، كان الشكل بتاعه موجود زي ما هو كل حاجه. الحكومه اللي ما ساعدتش بقى. النهارده اي بني ادم عنده حته ارض عايز، انا بيقول لك انا مالي ومال السيد درويش، انا عايز بيت. فضلوا سايبين البيت لغايه ما البيت تعب وتعب. بعد كده راح نعمل له متحف، الناس صاحبات الارض حوطوا عليها السور واستنوا ان حد يجي يعمل، محدش عمل حاجه. بس هو جوه كله زباله. دلوقتي حته ارض عليها سور كده، وكل الناس بقى اللي ساكنه حوالينا اللي عايز يجوز بلدنا. قولي عايز تقولي ايه؟ يعني حضرتك مثلا كان بيجي يقعد هنا ومين تاني جاب القهوه لا احنا طبعا حته يقعد دي او مين جاب القهوه ما حضرناهاش. ما حضرناهاش. يعني قصدي على السما. على السمع ان هو مش هنا القهوه دي، بنقعد جوه السوق هنا تحت. هو اتولد في حاره سيد سطور. الحاره هنا موجود من حواريت حاره الاتصال، حاره الالات دي وابراهيم عبد الله كان يعني عيل صغير في الوقت. وبعدين جه سكن هنا في الحاره دي فوق اخر بيت على الجبل. كان شاب صغير جدا يعني في الفتره دي. بعد كده طبعا هو بقى التجأ بقى لمصر والحتت اللي بقى فيها الشغل. يعني عاش هنا كام سنه تقريبا؟ حياته كلها ومات هنا في ام الدكه، ما ماتش بره في ام الدكه. هو كان طبعا كان ليله محطه طيبه يعني، ان هو مثلا نزل لقى ايه واحده بتغسل، واحده بتعجن، واحده مطلع عليها اغنيه. ادي حياته. طبعا فنان. دي اللي هو محدش يهتم بيه خالص، يعني طول ما انت هنا مفيش. عياله بقى بعد كده
يعني الحاج محمد البحر اللي هو ابن ابو كمان اللي هو البحر درويش. الحاج محمد البحر البيت اللي هو اتولد فيه ابوه وامه وسته والناس دي كلها تركوه ومهدود وما زال مهدود لحد دلوقتي. حتى في بيت في حته تانيه. انا اسمع ان هم ليهم بيت او حاجه. ليهم بيتين، ده البيت اللي بقول لك عليه والبيت اللي بقول لك عليه هنا في حاره العروسه. بس اللي في حاره العروسه ده اخباره ايه زي التاني برضه محدش برضه ده خلاص كمان بقى تبع المهجورين. يعني هم اصلا ما بقوش عايشين هنا يعني. ما فيش حد بيجي خالص من اهله. ده في الدكتور حسن البحر، في خليل البحر. خليل ده اكبر واحد في اولاد محمد البحر. وبعد كده طبعا ايمان ده يعتبر النمره الاخيره. كلهم بيجوا بس بيجوا كلهم بيجوا بيت امهم موجود. بيت امهم لما تعملوا الثانويه بتاعته بيجي. تعملوا الحفله بتاعته بيجي. كل سنه كانوا بيعملوا حفله على الجو البربري. ايوه انا هو اتكلم فيها صبري قال لك كل واحد هيجيب طوبه هنعمله بيت ولا حد سال. ولا ايوه فعلا ولا حد سال فيه. الكلام ده اكتر من 20 سنه والله صحيح حتى مش عارف ليه. عارفه الدكان الكبير ده؟ الدكان ده في ظهر منه البيت بتاعه. ما احنا احنا رحنا له بس لقيناهم قافلين. لا ما مهدود. شكرا الف شكر. فريحة طب اسالهم يخش ينفع نصور جوه منين؟ بتصوروا فين؟